وان طلعت كدبت اي حاجه من اللي انا بقوله في شتات بيني ما بينه. على راي المثل قال لك يموت الزمار وصوابع عتلة. من فترة كده طلع صاحب شركة العقارات اللي قدامكم ده وقال ان انا عايز يعني اعين سمن مصري عندي بمرتب 50,000 جنيه. وده بعد ما هي اعلنت ان هي تابت خلاص واتحجبت وعايزة ان هي يعني تكسب فلوس بالحلال. فعلى حسب كلامه بيقول ان انا لقيتها بتكلمني وبتقولي ان انا يعني شفت الاعلان بتاعك ان انت عايزني ان انا اشتغل معاك بمرتب 50,000 جنيه. انا بس مشكلتي ان انا يعني فكرة ان انا اجي في مكان زي فيصل وكده الناس كلها عارفاني هناك وهيبقى فيه زحمة كتيرة وحاسة اني مش هعرف يعني اشتغل هناك. فراح قال لها خلاص مفيش مشكلة ممكن ان انتي تلبسي نقاب وتقعدي في المكتب جوه ومحدش يشوفك يعني من العملاء لو انت مش عايز زحمه، ولو في عميل بس عايز عند امضاء العقد بس ساعتها هدخله ليكي ان هو تمضي بس العقد معاه بحيث ان محدش يبقى عارف ان انت سمن مصري هنا لو انت متضايقه من الحته دي. فراحت قالت له لا 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 خلاص انا بص مش عايزه اشتغل، انا عايزه بس ان انا اعمل اعلان معاك بال50,000 دول. فراح قال لها ما عنديش اي مشكله، ما فيش اي مشكله انك تعملي اعلان للشركه. فراحت قالت له خلاص تمام. راح جات لي واتفقنا مع بعض وفعلا عملت الاعلان ونزلنا الاعلان وكان اعلان جميل جدا. بيقول ان هي بعد ما عملت الاعلان بقى راحت لقيت الاعلان بقى ترند وناس كتيرة جدا دلوقتي يعني شافت الاعلان وكده. فراحت اتصلت بيه تاني قالت له انت اديك شايف الاعلان اهو بقى ترند وكده فانا شايفه ان ال50,000 دول قليلين يعني عايزه فلوس تاني. فراح قال لها لا انا اصلا الصفحه بتاعتي من الاول اصلا ترند. حتى بيقول اول ما جت على حسب كلامه برضو فبيقول ان هي لو اول ما جت عندي ساعتها رحت قلت لها ادي الصفحه بتاعتي فيها 1,800,000 وانتي صفحتك فيها 900,000 يعني انا صفحتي اكبر من صفحتك. وساعتها بيقول على حسب كلامه قال ان احنا عملنا تحدي مع بعض قلت لها انا هنزل دلوقتي فيديو عندي في الريلز وانتي نزلي فيديو عندك ونشوف كل واحد هيجيب كام. فبيقول انا نزلت الفيديو لقيته جاب في 15 دقيقة بس 100,000 مشاهدة وهي لقيتها جايب 20,000 مشاهدة. ف فبيقول قعدت تقول لي المهم ان مصلحتنا واحده والمصلحه واحده وخلاص مش عارفه ايه وقعدت ايه يعني تقول مش مهم المهم ان المصلحه بتاعتنا احنا الاثنين واحده. قلت لها مفيش اي مشكله. المهم رحنا بدأنا تصوير الإعلان وكل حاجة وبعد كده بيقول رحت أنا منزله على صفحتي. فبيقول لما نزلته على صفحتي عندها هي الصفحة بتاعتها زادت 200,000 من المتابعين بتوعي على حسب كلامه. بس بيقول هي كمان بعد كده راحت نزلت الاعلان على صفحتها. فبيقول ان في اتفاق ما بينهم وبين بعض ان في اعلانات تانية لسه هتنزل يعني متصورين كذا اعلان فالمفروض ان الاعلانات تنزل باستمرار على صفحتها. فهي وقفت ما رضيش تنزل اي اعلان تاني عشان خاطر مش راضي ان هو يديها فلوس او بقيه فلوس على حسب كلامه ان هو شايف ان الفلوس الزياده دي مش من حقها وان هي من حقها بس ال50,000. وبيقول ان هي طالعه تتكلم في الصفحه بتاعتها على فكره ان هي مش واخده باقي فلوسها. ايا كان الله اعلم ايه الصح فين عشان برضو يعني لازم الواحد ما يقدرش يحكم في حاجه هو مش متاكد منها. انا بتكلم بس من وجهه نظر الشخص نفسه لكن ما اعرفش وجهه نظر السما المصري ممكن تكون ايه فما اقدرش احكم مين الغلطان فيهم. العمده بهاء ما يقرب من 1,000,000 متابع، انت عندك 900,000 متابع بس. وانا اقسم بالله اقسم بالله وقت ما جت عندي ما كنت اعرف صفحتها كام ولا متابعها. الناس بتقول لك انت متابع، انا اقصد متابع موضوع التوبه. انا فرحان لها بس المهم ده كلام في نيتي. براحتكم براحتكم، انا بكلم الناس المحترمه بالنسبه